اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباحكم معطر بذكر الله. النهارده ان شاء الله هقول لك ازاي تطلعي البسبوسه من تحت ايدك بكل اسرارها. ان شاء الله جربيها وتعجبك. اول حاجه بس كده نبدا نسمي الله. كوبايتين ونص دقيق سميد، ونص كوبايه جوز هند ناعم اختياري، ومعلقتين زبده ومعلقتين سمنه، ممكن تحطيهم 4 سمنه، واتنين علبه زبادي، وكوبايه سكر، وكوبايه ميه. اول حاجه انا هبدا بيها، هنزل كوبايه السكر واحط عليها، انزل بربع كوبايه ميه. مش هقلب فيها خالص دلوقتي، اول ما تاخد اللون الذهبي من الجناب كده خلاص انا هبدأ اقلبها. انا كده هستمر في التقليب لغاية ما اخد اللون اللي انا عايزاه. يعني اول ما تكرمل من الجناب ابدأي قلبيها، ما تدخليش ايدك فيها خالص قبل ما تكرمل من الجناب. هنا انا هنزل معلقتين السمنة ومعلقتين الزبدة. انت ممكن تحطي 4 سمنة بدل الزبدة. وبعد كده هنزل كوبايتين زبادي او علبتين زبادي. بثواني كده هنقلبها كويس. هننزل بقى هنا كوبايه الا ربع ميه، وهنديها غلوتين كده. هي كده خلاص تمام. هنشيلها بقى على النار. هنا هنحضر صينيه، هندهنها بقى سمنه. يعني زودي سمنه عشان البسبوسه بتحب السمنه. بصي انا كده كان معايا الخليط بتاعي دافي، مش عايزاه سخن قوي. هنزله بقى على كوبايتين ونص سميد، نص كوبايه جوز هند، معلقه صغيره بيكنج باودر. نقلبها كويس، وهننزل بقى على الصينيه بتاعتنا. سوي بقى الوش بتاعها. ممكن هنا بقى تحطي سوداني، مكسرات، ممكن تسيبيها كده اللي متاح عندك. طبعا انتي مشغله الفرن من قبليها والفرن سخن. هتحطيها في ارضيه الفرن. اول ما تاخد لون من الجناب هتطلعيها تاخد وش. انا دخلتها الفرن. نبدا بقى في الشربات. كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه. هرفعهم على النار، انا ما قلبتهمش ولا حاجه. اول ما يبدا يغلوا هقلبهم وانزل عليهم بنص ليمونه. 5 دقايق وهشيله على طول. البسبوسه كده طلعت. لازم الشربات سخن والبسبوسه سخنه. هتنزلي بقى الشربات بتاعك كله على البسبوسه، وممكن تغطيها لو انت مش هتقطعيها في ساعتها. انا كده كنت هسيبها بتاع ساعه كمان، رحت مغطيها عشان الوش بتاعها ما ينشفش. ان شاء الله تجربيها وتعجبك، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.